ربنا السنة تحت الكتابات مطبق حد كتاب بورسعيد الغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 وعودة القانون رقم 12 لسنة 77 وتصحيح قانون التجديد للموظفين المرتشين والضباط الغير شرفاء. بعد كده اللي في ضباط شرفاء وفي ضباط داخل المينا غير شرفاء، يعني الضبط وقراراتها لازم رئيس الوزراء ما تتسناش. قراراتك يا رئيس الوزراء ما تتسناش. احنا عايزين قرار من الرئيس مرسي. الشهر هو السبب هم اللي بيعدوا الشغل الحاوية تمنها ليه جوه يعني عباد ربنا ده المنبر هتلاقي المخلصات. بالنسبة لموضوع التهريب هم معين رأي 9 حاويات بيوم واحد ساعة واحدة زي واحدة شباب مش على هتسجل مع كل دلوقتي هنا كانوا بيعملوا له قضيه النهارده حاويات بتطلع اخدت بالك ضيعت البلد الحكومه واحد اتنين كلام. المطلب الاول محقق مستعد للقرار القديم خدت بالك رجوع الامن زي زمان رجوع الاموال العامه خدت بالك سيادتك دي مطالبنا تغيير. لا انا بالنسبه قدام الجمارك ايه مطالبك قدام الجمارك عايزين حق الشهيد محمد توفينا ليه واقف عشان خاطر اخويا السيد الشهيد عايزين حقه بس. قول له مات ازاي ومات اللي جوه اللي بيعاني البلد بيعاني البلد ده الشهيد بتوع الكوره شويه مش حد بيجيب له حقه. اللي بيعاني البلد المنابس مفتوحه المخالف العربات بتمشي من والصرف الصحي والشعر الاقرب والشعر يقول لك شهيد وبتوع الحالي جابوا مش عارفين ياخدوا حق الشهيد. هل في مطالب انت كتبتها؟ المطالب وطالبت بيها. المطالب معروفه يا ريس، المطالب معروفه يا ريس. الحراميه اللي جوه اللي بيعاني البلد والمستخلصين الكبار اللي جايين يجيبوا الاغراب معلش الاغراب التجار الاغراب باعوا البلد للاغراب وباعوا البلد للانطره. بورسعيد اتباعت يا ريس، بورسعيد اتباعت زي ما العريش اتباعت وحسني مبارك باعها. عايزين يبيعوا بورسعيد هم عايزين يبيعوا بورسعيد. مفيش هم كل اللي بيرزق كل تاجر صغير بيرزق جايب حاوي عشان يرزق فيها مش لاقي. ليه الحاجه بتطلع بره يا ريس بتبقى ارخص من هنا. انت 30 لبره خالص بتبقى ارخص من هنا. فين احنا بقى؟ فين الامن؟ فين الامن اللي يمسك البلد؟ فين الامن اللي يباشر الناس الحراميه اللي قاعدين جوه بيعاني البلد؟ نقطه. الامن العام او امن النوادي بيقولوا لنا هنموت الجنود بتاعتنا. ما موتوهم يا جماعه طلع حمله. مش عارف ايه. العماله نسبه العماله داخل مصانع بورسعيد كلها ما تجيش 5%. عندك شركه تفريعه عندك مصنع ريش دي ايوه خدت بالك عندك مصانع بورسعيد كلها فيها نسبه عماله خارج البلد تعدي 80%. ليه؟ طب الشباب اللي انت شايفه مش لاقي شغل اللي مش لاقي الشباب ده لا مش اولى لا كل شاب من ضال يتعين. عندك شركه تفريع النهارده شغل ولا بره بياخد 5000 جنيه اخدت بالك وشاب مش لاقي يروح يشتغل لكم محل 300 جنيه انا بقول تعمل له ايه؟ يشرب سجاير ولا ياكل بوق ولا ياكل. احنا النهارده بنطالب الساده المسؤولين
نسبة العمالة تعدي 75%. والشركات احنا بقى ما كل واحد بيدور على عرض الواحد. الوجه دي كلها دي ما فيهاش واحد صعيدي. اقل مرتب فيها اقل مرتب 7000. وانا ما فيش كده بجد. والله العظيم انا بحكي بجد. والله انا مره راجع من اسكندريه راكب ميكروباص 14 راكب 3 بالله العظيم 13 نزلوا في بره بورسعيد واحنا بس دخلنا انا والسواق وهكذا. وشارع مين دوت؟ كلم يا اخويا انا بقى حق بورسعيد. يا ريس طلبوه قالوا تعالى واحدة مخطوفة واحدة مخطوفة اول ما راحوا يجيبوها اول ما راح عشان يتكلم معاه يعني يقبضوا عليهم بالرشاشات بالدنيا. الثلاثة ماتوا وامين الشرطة بين الحياة والموت. مات كمان مات تاني يوم. مات. طب احنا عايزين حق.